يا اهلا بيك يا صاحبي، وحشتني يا غالي. عارف انك مطلع عين من الموبايل بتاعك طول اليوم، بس عمرك سألت نفسك سؤال قبل كده؟ سؤال وجودي يعني ومهم جدا. هو ليه الموبايل لما بيقع وانت نايم وماسكه لازم يقع على مناخيرك او اسنانك بالذات؟ ليه ما بيقعش جنبك مثلا؟ اجابة السؤال ده هقولها لك في اخر الفيديو، بس ركز معايا دلوقتي عشان اللي جاي هنقذك فيه من ورطة ممكن تقع فيها وانت مش دريان. شوف يا سيدي، حياتنا بقت عبارة عن ايقونات. تصحى من النوم تفتح فيسبوك، تجوع تطلب طلبات، تزهق تفتح تيك توك. التطبيقات سهلت حياتنا، بس زي ما فيها الحلو فيها الزفت اللي يوديك في داهية لو استخدمناها غلط. والنهاردة انا جايب لك تطبيق عامل زي بودي جارد خفي لموبايلك، بس بودي جارد لابس بدلة نينجا، واسمه على مسمى تطبيق نينجا في بي ان. خليني اكمل لك واكلمك على بلاطة بدون اي فزلكة تقنية. يعني في بي ان اصلا، تخيل انك ماشي في شارع زحمة وكل الناس شايفينك وشايفين انت شايل ايه في شنطتك. طب ده حالك وانت داخل على النت من غير حماية. شركة النت اللي شايفاك والمواقع شايفاك، وممكن الهاكرز كمان يلمحوك. يبقى بعمل لك نفق سري تمشي فيه ومحدش يشوفك ولا يعرف انت رايح فين ولا جاي منين ولا فاتح ايه. وهنا بيجي دور تطبيقاتنا النهارده زي النينجا في بي ان. ليه اخترت لك التطبيق ده بالذات عشان اكلمك عنه؟ بصراحة عشان انا عارفك بتحب الرخيص والكويس، والتطبيق ده مجاني وسريع وشكله كده ابن ناس. ازاي تستخدمه صح عشان ما تبوظش الدنيا؟ الموضوع ابسط من سلق البيض. بتنزل التطبيق من اللينك اللي هسيبهولك في الديسكريبشن، بتفتحه وهتلاقي زرار كبير في النص الشاشة، بتدوس عليه وبس كده. هو لوحده بقى بيختار لك اسرع سيرفر يوصلك بيه. فجأة هتلاقي موبايلك بقى كأنه في أمريكا أو ألمانيا. تقدر تفتح أي موقع أو أي لعبة محجوبة عندك في بلدك، وده مفيد جدا للناس اللي بتحب تلعب بابجي وعايز البنج يتظبط، أو الناس اللي عايزة تفتح خدمات مش شغالة في بلدنا. بس استنى، انا خايف عليك فلازم اقولك الحقيقه كامله. مميزات وعيوب النينجا دي ايه؟ المميزات ان واجهته سهله جدا وسرعته مقبوله جدا بالنسبه لتطبيق مجاني. وفي ميزه حلوه اسمها وكيل سويتش. كيل سويتش يعني ايه؟ لو النت قطع فجاه تطبيق بيفصل النت عن جهازك عشان محدش يكشف مكانك الحقيقي، وده حركه صايعه. اما عيوب بقى فدي لازم تعرفها ولازم تاخد بالك منها يا صاحبي. مفيش حلاوه من غير نار. التطبيق مليان اعلانات ادز، كل ما تدوس دوسة يطلع لك اعلان، وده منطقي لان المطور لازم ياكل عيش. العيب التاني ان في اوقات الذروة بالليل السرعة ممكن تقل شوية، وده طبيعي في اي حاجة ببلاش. طب رأي الناس ايه؟ دخلت قلبت كده في تعليقات الجوجل بلاي عشان اجيب لك الخلاصة. اغلب الناس بتشكر في سرعته وسهولة استخدامه، وفي واحد كاتب اخيرا عرفت العب من غير ما اللعبة تقطع مني. بس في ناس تانية زعلانة من كتر الإعلانات، وواحد كان بيشتكي إنه بيفصل منه ساعات لوحده. يعني الموضوع فروق فردية حسب موبايلك ونتك. السؤال الخطير بقى، المطور بيكسب إيه لما يديك التطبيق ده ببلاش؟ يا صاحبي يا صاحبي أعيدها، خدها حلقة في ودنك، قاعدة خدها حلقة في ودنك. لو المنتج مجاني يبقى أنت السلعة. التطبيق ده بيكسب من طريقتين. الطريقة الأولى والمباشرة هي الإعلانات اللي بتطلع لك كل شوية بيقبضوا عليها فلوس. والطريقة التانية الخفية اللي بتخوفني عليك، وهي إن بعض تطبيقات الفي بي إن المجانية ممكن تجمع بياناتك وبيانات عن استخدامك وتبيعها لشركات تانية عشان يوجهولك إعلانات تناسبك. عشان كده نصيحتي ليك، استخدم التطبيق ده في التصفح العادي، فتح مواقع محجوبة، لعبة ببلاش تستخدم وانت بتدخل بيانات الفيزا. لكن بلاش تستخدمه وانت بتدخل بيانات الفيزا بتاعتك او باسوردات حساباتك البنكية. الحرص واجب يا بطل. طب لو التطبيق ده ما عجبكش تعمل ايه؟ عشان انا مجهز لك البديل. لو انت عايز حاجة مجانية وبسيطة، برضو عندك تطبيق 1.1.1.1، وده زي الفل ومن شركة كلاود فلاير. ده امن جدا بس مش بيفتح المواقع المحكوبة زي النينجا. ولو معاك فلوس وعايز تشتري راحت بالك، اشترك في اكسبريس في بي ان، وده بقى الباشا بتاعهم. وفي النهاية يا صاحب، التكنولوجيا معمولة عشان تخدمنا مش عشان تأذينا، فخليك ناصح واستخدم التطبيقات بذكاء. نرجع بقى لسؤال اول الحلقة، ليه الموبايل بيقع على وشك وانت نايم؟ الإجابة ببساطة عشان الجاذبية يا خفيف، لأن عضلات ايدك بتسيب لما بتنعس، فالموبايل بيقرر يديك بوسة عنيفة عشان يفوقك. شفت بسيطة ازاي؟ لو استفدت اي حاجة من الرغي ده متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واللينك بتاع التطبيق هتلاقيه تحت في الوصف. جرب وقول لي رأيك في التعليقات. سلام يا صاحبي.